الله ونعم الوكيل بكوني وبكونيتي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل بكوني. والشيطان يريكي وداوني صور دي انا نشوف ربي والصور هذوك اللي ناكل بهم الخبز خلوني على الشر. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن شوف حوايج كيما هذو الإنسان يتعب صراحة، لأنه اللي ما شافو مؤمن ما هو مؤمن. وحسبنا الله ونعم الوكيل في من كان سببا في بكاء هذا الرجل. هذا الإنسان من مدينة مروانة، رزقه هو أنه راس ماله وتحويشة عمره تاعو هو السيارة. باع السيارة هذيك وراح باش يشري سيارة، راح لعين في كرون، وعلى أساس شاف سيارة في واد كنيس وراح ثم دا وليدو الصغير هذا باش يروح من أجل اقتناء هذه السيارة، ولكن طاح في ولاد الحرام، طاح في ناس ما يخافوش ربي سبحانه، طاح في ناس ماكرين، طاح في ناس خداعين. كي لحق ثم لقى الناس تسنى فيه بالسيوفة، لقى فيه 4 أفراد عصابة أشرار فيها 4 ولا قدام فيها 4 أشخاص بالسيوفة وداولوا دراهمه. والطفل هذا اللي تشوفوا فيه البراءة هذا وما منعش منهم، لأنه هذا بعده هددوه وحطوا له السيف هنا، قالوا لي جيب الدراهم ينقتلوا وليدك. حنا واش راح نقولوا للناس هذو؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. وانا النداء نتاعي للأمن، وانا متأكد باللي الدولة راهي تخدم في خدمتها، وقضية وقت وراح يجيبوا العصابة هذه، وبإذن الله دموع هذا الإنسان ما يروحوش هكذاك. أنا واش راح نقول لكم يا ناس الخير؟ هذا واحد منا، هذا فرد منا، ولازم نتعاونوا كامل من أجل الدموع هذو يتحولوا البسمة، لأنه سبحان الله العلي العظيم. يعني دموع القهر هذو راهم صعاب. أنا شوف فت على مواقف في حياتي، ولكن الموقف تاع الإنسان هذا يعني صح راهم ضرار والضرب بزاف. احنا واش راح نقول لكم يا ناس الخير؟ احنا نتعاونوا كامل، وانا متأكد باللي كاين ناس الخير، كاين أهل الجود والكرم، كاين الناس اللي يوقفوا في مثل هكذا مواقف. احنا دائرة مروانة هذه راهي معروفة، يعني ناسها معروفين بالجود والكرم. احنا ماذا بينا نتعاونوا كامل باش نفرحوا هذا الإنسان. وندائي للدولة الجزائرية، لقوات الأمن اللي في عين فكرون، جيبوا حق الإنسان هذا، ولازم نرجعوا له رزقه بأي طريقة، لأنه هذو ناس شوهوا السمعة نتاع المنطقة هذه بتصرف كيما هذا. علاه يبكيوا الإنسان هذا؟ هذو ناويين الشر، يعني لو كان ما مدلهمش الدراهم هذوك كانوا راح قادر يتسبوا في جريمة قتل، راح يقتلوا البرعم هذا اللي كان مع باباه. احنا واش راح نقول لكم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، والله لا يتربحكم، والله لا يطلع لكم جرية، وبإذن الله تعالى هذا الدموع هذو راح تسلكوهم غاليين في الدنيا قبل الآخرة. والإنسان هذا فكرني بالاسم تاعو، ياسين بخوش المدعو علوشة، بإذن الله تعالى فيها خير. ونزيد لكم حاجة، راهم مرض الزوج بالسكر، يعني سواء بالأب ولا الابن، هذو الزوج راهم مرض بالسكر، راهم يديروا في الانسولين. يعني علاه والدار ما عندوش على راسه. سبحان الله العظيم. يعني تحويشة العمر تاعو، مصدر الرزق نتاعو قضيتوا عليه. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، والله لا يتربحكم. وش راح نقولوا؟ احنا بإذن الله تعالى فيها خير. خلي ثقك في ربي كبيرة، وربي ما فيه غير خير، وكاين ناس الخير. ان شاء الله فيها خير، انا متأكد باللي فيها خير بإذن الله تعالى.